اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض البط، ونزلنا السور كده وقفشنا لنا بطاية ويلا بينا ننضفها. وهنا كده بعد ما نضفناها ويلا بينا نشوف هنقطعها ازاي وهنسويها ازاي. النهاردة هنعملها معاكم في طبختين. هنعملها شوربة، نص شوربة ونص صينية بطاطس بالبط، معاهم رز بالشعرية. وهنا هنقطع البطة، بس طبعا لقيت ناشفة شوية، قفلت علشان ايه، هي عصلجت معايا، خفت اعور نفسي وانا بنقطعها قدامكم، فقلت ايه نقفل الكاميرا كده ونيجي على الصدر بس. احنا كده قطعناها زي ما انتم شايفين، قطعناها ورجعنا لكم. الحاجات دي كان فيها عظم وخفت السكينة تعصلج معايا ونتعور، فقلنا نكمل باقي التقطيع معاكم. وهنا هنقطع الصدر لنصين زي ما انتي شايفة. يلا بينا نكمل نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنعمل نص الصدر في الشوربة والنص التاني في صينية البطاطس، ويلا بينا. وهنا هنبتدي ناخد اول نص من بطة، سخنا مية ونزلنا فيها بنص البطة الاولاني، والنص التاني هنعمله صينية بطاطس زي ما انتوا شايفين كده. ويلا حبيبة قلبي، اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نعمل صينية البطاطس بنص البطة التاني. هنقطع البصل والفلفل والثوم شرايح زي ما انت شايفة كده. هنسخن صينية وننزل فيها بزيت ونشوح النص التاني للبطة، ونقطع البطاطس حلقات زي ما انت شايفة كده. بعد ما شوحنا نص البطة هننزل عليها بالبصل والثوم والفلفل شرايح. هنهرس الثوم عشان ما يبانش اهو زي ما انت شايفة. نزلنا بالبطاطس وتبلناها والشوربة شغالة والرز خلص. نزلنا بالتوابل على البطاطس زي ما انت شايفة كده، وهنقلبها تتشوح مع البط مع البطاطس مع الفلفل مع البصل. هنقطع الطماطم وننزل بيها على الوش، ونعمل الملح المظبوط اللي تحبيه. وهنقطع برضو الطماطم شرايح كده زي ما انت شايفة، ننزل بيها على الوش. هنديله تقليبة برضو بحيث ان ايه كل ده انا محطتش ميه لسه. وهنا ايه الصينية بدأت دخلت في سوا، والرز خلص والشوربة خلصت. هنا خلصنا، وده الشكل النهائي. واتمنى تجربيها وتعجبك، وبألف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.